ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ أحب أتكلم عن الدكاترة اللي هم غاليين أوي. الكشف بتاعهم غالي أوي. الكشف بتاعه 600 جنيه و700 جنيه و1000 جنيه. أنا مش عارف ليه. يعني هو أنا مش عارف ليه الكشف غالي أوي كده يعني عند الدكاترة يعني زمان لو انتوا تفتكروا يعني كان في دكتور كان بياخد حاجات رمزية كده من الناس. كان اسمه دكتور الغلابة لو انتوا تفتكروه يعني رحمة الله عليه يعني توفى دلوقتي وأكيد في الجنة ونعيمها يعني. الراجل ده كان بياخد حاجات يعني فلوس رمزية من الناس عشان خاطر يعني المعيشة وقتها كانت صعبة. وغير كده كمان الناس اللي مش قادرة قوي ما كانش بياخد منها فلوس وكان بيديها كمان حق الدواء. تخيلوا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه العيشة غالية تمام زي زمان بالظبط. والدكاترة ما شاء الله ما بترحمش. 600 جنيه و700 جنيه و1000 جنيه عشان ايه بقى؟ كشف. طب الكشف ده ايه عبارة عن ايه؟ المريض بيخش للدكتور، الدكتور بيقول له جملتين، انت عندك ايه يعني وحاجات زي كده. هو بيكشف عليه، بيكتب له روشتة ويقول له اتفضل الاسبوع الجاي تعالى اشوفك. يبقى استشارة وكشف. تمام. ب 600 جنيه ولا 700 جنيه الاستشارة والكشف اللي مع بعض. ويا سلام بقى لو كتب له مثلا على تحاليل ولا أدوية ب 600 جنيه مثلا، لو كتب له مثلا على أشعة ولا تحاليل مثلا ب 600 جنيه زيهم ده كده 1200 جنيه. هو أصلا اللي, اللي بيدفع مثلا المبالغ دي يعني المريض اللي مضطر اللي بيدفع مثلا 1200 جنيه إشعة أو تحاليل اللي حضرتك طالبها منه والفيزيتا بتاعت حضرتك. انت يعني مش متخيل هو جاب الفلوس دي منين. ليه معلش يعني ليه الكشف بتاع حضرتك ب 600 جنيه ولا ب 700 جنيه ليه؟ هو انت بتعمل للمريض ايه؟ انت بتكشف عليه ازاي يعني؟ انت ما بتعملش يعني المستحيل، ما بتعملوش عمليه جراحيه يعني هو كفايه 100 200 جنيه حاجات كده في الخفيف كده عشان خاطر الناس تعرف تجيلك لو تعبت. يعني الناس لو تعبانة بتعمل جمعية عشان خاطر لو حصل في الأمور أمور وتعبوا بيعملوا جمعية قبليها. يعني الدكاترة جزارين والله. يعني أنا ما بكلمش مش كلهم يعني مش كلهم والله، بس فعلا في جزارين يعني الفيزيتا بتاعتهم غالية أوي. ليه إن شاء الله ليه بيعملوا إيه يعني؟ ليه 1000 جنيه الفيزيتا بتاعت الدكتور يعني عشان كشف؟ يعني كشف إيه ده اللي ب1000 جنيه ولا 600 جنيه؟ يعني أنت بتعمل إيه يعني؟ يعني أنت بتعمل إيه زيادة عن أي دكتور تاني بره مثلا في جهة حكومة. جهة حكومة يعني الناس عشان خاطر الناس تعبانة ومش تعبانة ماديا وتعبانة صحيا فبتلجأ للمستشفيات الحكومة عشان ما بتدفعش فلوس، ولما لو هتدفع بتدفع حاجات رمزية. فيعني هم أقل منك في إيه ولا أزيد منك في إيه؟ مفيش حد أقل من حد ولا أزيد من حد. فمعلش يعني أنا عايز برضو أفهم ما هو الدكاترة جزارين ليه؟ يعني الدكاترة بيبصوا إزاي؟ يعني أصل اللي داخل لك ده مرتبه على قد يعني هو ليه مرتب كده في الشهر. هو موظف ليه مرتب كده في الشهر مش زي حضرتك بتاخد كل يوم فلوس أو بياخد مرة واحدة في الشهر. بياخد فلوس مرة واحدة في الشهر الراجل الغلبان اللي داخل لك ده. أما حضرتك بتاخد كل يوم فلوس، بتاخد كل يوم فلوس من الناس الغلابة اللي شبهه. انا مش فاهم يعني الرحمه شويه يا جدعان الرحمه شويه. من قبل ما تبقى دكتور وتاخد كل يوم فلوس من الناس وتبقى معاك عربيه ومعاك مش عارف ايه ومعاك وربنا يزيدك. انا احنا ملناش دعوه يعني ربنا يزيدك. بس المفروض يبقى في رحمه يعني المفروض يبقى في رحمه. من قبل ما يبقى معاك كل ده انت كنت برضو يعني على الله وتعبت وجاهدت وذاكرت ورحت كليتك وظبطت حالك وبقيت دكتور بسم الله ما شاء الله ودكتور شاطر كمان. بس المفروض تبقى رحيم مع الناس شوية. المفروض تبقى رحيم. المفروض يعني حسبي الله ونعم الوكيل في أي دكتور ظالم أو جزار أو ما عندوش ضمير. حسبي الله ونعم الوكيل والله.